السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ عندك مكرونة بايتة؟ تعالى اقول لك نعمل بيها وصفة حلوة جدا. كلنا بيفيد عندنا شوية مكرونة في قلب البيت، وبيبقى صعب عليك انك في الوقت دوت بعد ما عملتي الاكل و... وظبطتيه انك ترمي منه. الواحد بيستحرم، وكمان الحاجة بقت غالية جدا. تعالى اقول لكم هنعمل ايه بشوية مكرونة بايتين عندنا في التلاجة. هنعمل وصفة حلوة جدا هتخلص في نفس اليوم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. دول معلقتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقة من السمنة، وهقلبهم على البوتاجاز لحد ما الدقيق مش ياخد لون، تحس ان الطعم بتاعه راح. تمام. بعد كده هنزل عليهم يا بكريمة يا بلبن، اللي موجود عندك حطيه. تمام. بتعملي ايه؟ ممكن تعملي بشاميل. انا اللي موجود عندي استخدمته. تمام. استخدمت كريمه لانها هي اللي كانت موجوده عندي. لو حابه انك تستخدمي لبن مفيش مشكله. طبعا عشان استخدمت كريمه حطيت شويه من الميه. انت هتستخدمي لبن يبقى هيبقى لبن بس. تمام. قلبت كده وعملت صوص بشاميل حلو جدا ودسم. دول كانوا باقيين برضو من امبارح. تعالوا نشوف هنعمل ايه. همسك دول اقطعهم كويس جدا. دول 3 شرايح من الفراخ اللي هي المتشوحه، البانيه اللي انت بتشوحيه بتتبيلته. حطيت معلقه من صوص البشاميل اللي تحت، وحطيت عليها المكرونه اللي موجوده عندي. طبعا لو حابه انك تقلبي بشاميل على المكرونه مفيش مشكله خالص. وادي الفراخ اللي قطعتها حطيتها عليها، وهبتدي انزل صوص البشاميل اللي فوق الوش، وادخل المكرونه الفرن. طبعا الحاجه مستويه عندك نسبه 90%. لو حابه انها تبان مكرونه لسه معموله دلوقتي تقدري تقلبي البشاميل عليها، لكن انا بالنسبه لي ما كانش مشكله خالص ان انا اعمل اعاده تدوير لاكل بايت من امبارح. عملنا كده طبق مختلف عن الاكل بتاع امبارح، والتاكل كان النهارده. لو بتشوفوا الفيديو ده ومتابعيني لحد دلوقتي يبقى كده عجبتكم الوصفه. لو عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديده. ان شاء الله هنجهز تجهيزات حلوه لقلب العيد سوا مع بعض. كل سنه وانتم طيبين. بصوا اخدت لون معايا جميل جدا، وفي نفس الوقت طريه، وشها طري حلو قوي من فوق. تعالوا بقى نغرفها كمان سوا مع بعض. الوصفه بتاعت النهارده من الوصفات الحلوه جدا. اظن بقى كتير مننا بيبات عنده مكرونه في التلاجة. ايا كان نوع المكرونه بقى او شكلها اللي باتت معاكي تقدري تعمليها في الوصفه دي. ممكن تحطي زيتون، ممكن تحطي مشروم، ممكن تحطي اي حاجه تانية انت حابه انك تحطيها. وصفه النهارده اقتصاديه وموفره. اشوفكم بخير في وصفه جديده. سلام عليكم.